السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معايا من جديد في مطبخكم، مطبخ نواعم، مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفتنا اليوم غريبة معشوقة الجماهير. اليوم جبتها لكم بإضافات جديدة وبمذاق أكثر من رائع، وواحد تعليكة ناجحة. دابا نمشيو للمقادير. البنات دابا كناخدو البيض ديالنا، عندنا 3 البيضات بحرارة المطبخ. لا كانوا كبار نديرو 2، كانوا صغار نديرو 3. نديرو كاس الا ربع زيت، كاس الا ربع سكر سنيده، يعني حنا كنعبرو غير بالكاس. دابا البنات كنجيبو الخلاط تاعنا كنخلطو، جيبوها بالطراب اليدوي. كنجيبو ملعقه مربى المشمش، وكنجيبو مبشور حامضه. البنات ما صوتي شويه تعبان، نتمنى تكونوا سمعتوني وفهمتوني اشنو درت في هاد الغريبه ديالنا. كنديروا شويه الملح اللي غتقاد لينا الذوق، شويه اللي غتقاد لينا الذوق ما بين السكر والبيض والمكونات. دابا كندير 2 ملاعق كريم باتيسير او نشا. انا هنا درت الكاسترد 2 ملاعق. دابا نخلطوا هاد الكاسترد ديالنا، كل واحد اللي عنده متوفر. كاين اللي كيدير نشا ولا كريم باتيسير، كيعطي واحد التعليكه وكيعطي واحد القوام هش وتكون زوينه. دابا البنات غنديروا جوز الهند تاعنا 150 غرام ديال جوز الهند ديالنا، يكون جوده مزيانه. ان جوز الهند كاين داك الناشف ما كيجيش زوين. مكونات كنديرهم قد. دابا هنا البنات كندير السميده حتى هي 150 السميده البنات، سميده ناعمه. بنات مازال خاصني السميد، كنزيد كاس اخر تاع السميد، كنحطو بالتدريج. الناس كنديروا ملعقه صغيره ديال البيكنج باودر، ملعقه تكون صغيره، وكنعاودو نزيدو السميده ديالنا.
البنات دابا جبت هاد السكر، سكر بودره او سكر. البنات دابا غادي نبسطوا العجين ديالنا على هاد الشكل هذا كامله وكنفندوها في سكر كلاصي. البنات بعد ما كنفندو هذيك الغريبه ديالنا كنضغطوا بحال هكا واحد الضغطه خفيفه بصبعنا الكبير بحال هكا. البنات هذه هي الصينيه ديالنا. دابا كندخلوها للفرن اللي خدام من التحت، شغلته من الفوق ومن التحت، فرن كهربائي طبعا، وكنخليها حتى كتشقق، نقربها الفوق مزيان حتى كتشقق، ومن بعد نطفي الفوق ونخلي لتحت. البنات دابا هذه هي غريبه ديالنا بعد ما طلعتها من الفرن، ما شاء الله جات هشيشه وجات بواحد التعليكه ما شاء الله. البنات جربوها راه كتجي زوينه، الا بغيتو تجربوها للعيد ان شاء الله. وكنتمنى لا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا من اللايكات والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. وصحة فطوركم، مع السلامه.